مرحبا بكم. في هذا الفيديو سنعرض لكم كرونولوجيا مشاركة المنتخب المغربي لكرة القدم في كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية الذي ستنظمه دولة الجزائر، فلا تذهبوا بعيدا. في يوم الجمعة 28 من سبتمبر 2018 قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم منح الجزائر مهمة تنظيم كأس إفريقيا للاعبين المحليين 2022. قررت الجامعة الملكية لكرة القدم عدم مشاركة المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة في دورة الشان المقامة بالجزائر، وجاء ذلك خلال اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عشية يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022 بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، حيث ذكر السيد فوزي لقجع بقرار المكتب المديري في اجتماعاته الأخيرة بمشاركة المنتخب لأقل من 23 سنة في منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستستضيفها الجزائر ما بين 13 يناير والرابع من فبراير 2023، حيث تمت الإشارة إلى مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الإفريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة، حيث طالبت بسفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مباريات النخبة المغربية في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. وفي حال رفض ذلك فقد قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة. في أول رد منها على اشتراط الاتحاد المغربي لكرة القدم السماح لفريقه المحلي لكرة القدم بالسفر مباشرة من العاصمة المغربية الرباط إلى قسنطينة في الجزائر وإلا ستنسحب من البطولة، قالت الجزائر أنها ليست ملزمة بذلك بنص قوانين الهيئة الكروية الإفريقية. وقال رئيس هيئة التنظيم الجزائرية رشيدي أوكالي إنه لا يوجد أي بلد أخبر الهيئة التي يقوم عليها بغيابه عن الدورة، مشددا على أن الدولة المنظمة ليست ملزمة بضمان تنقل الفرق المشاركة من الخارج. التنظيم هي معنية بالتنظيم على المستوى الوطني. الوفود اوني دون نوز اوبليغاسيون، احنا مجبرين باش ناسيريو لو ترونسبور على المستوى الوطني، معناه تنقل اي فريق من مدينة لأخرى. واما بالنسبة للتنقل حتى حضور التظاهرات كل الفرق 17 باش تجي للجزائر هو على عاتق الفريق اللي راح يتنقل، يعني سواء المستوى المادي او لو بلان دو فول كي فون شوازير. على بالنا باللي كاين اون بارلي ميم دي زيكزيجونس في لو كاي دي شارج باللي لازم يكون توفير، سي فري نوفروا تسهيلات، ولكن الكاي دي شارج نو بارل جامي دان فول ديريكت و انديريكت باسكو لا بلوبار ديجا تاع لي بي افريكان كي فون فونير en Algérie vont faire des escales un peu partout. عالمية في بطبيعة الحال الأمور الرياضية، ولكن في الأمور المرتبطة بالمغرب وبالمملكة المغربية، لأن الفريق الوطني تيمثل بلادنا في كل المحافل. الأمر اللي كاين في المشاركة في الدورة المقبلة نتاع الشان هو أن الفريق الوطني متأهل لهذه الدورة بطبيعة الحال بعد الإقصائيات اللي كانت تلعبات، وفي الدفتر نتاع التحملات نتاع تنظيم التظاهرات القارية ولا الدولية، البلد المنظم وفي هذه الحالة هو الجزائر تيقدم كل التسهيلات للبلدان المشاركة على أنها توصل البلد باش تشارك في التظاهرة. احنا اللي طلبناه على عكس ما تم الترويج له خلال 24 ساعة الماضية هو أن الطائرة اللي غادي تنقل الفريق الوطني يوم 10 يناير إن شاء الله أنه تكون عندها الترخيص تنزل في مطار قسنطينة، وهي المدينة اللي غادي يلعب فيها الفريق الوطني. وبطبيعة الحال الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية كلها
كيف كان في قطر وكيف كان في باقي الدول هي الخطوط الملكية المغربية. بالتالي اليوم ننتظر ردا رسميا من الكاف من الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم أن تجيب المغرب على كيف قلت هذا الترخيص باش الفريق الوطني يوصل لقسنطينة. احنا ما طلبناش من البلد المنظم باش يوفر لنا رحلة خاصة أو لا شيء من هذا القبيل، نطلب ترخيصا لنزول الطائرة تاع الخطوط الملكية المغربية إن شاء الله يوم 10 يناير حوالي الساعة 2:45 في مطار قسنطينة، وننتظر ردا لنتخذ القرار على إثر هذا الرد. تشير مصادر مطلعة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد يقترح حل وسطا لحل الخلاف بين اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وحسب المصدر ذاته فإن الكاف سيقترح على الجزائر السماح للمنتخب المغربي الوصول إلى قسنطينة في رحلة مباشرة، لكن ليس عبر الخطوط الجوية الملكية المغربية وإنما عبر خطوط جوية أخرى. يذكر أن النوادي المغربية التي لعبت في الجزائر السنتين الماضيتين وعلى رأسها الوداد البيضاوي في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، والمنتخب الوطني للآمال في البطولة العربية، وبعثة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران دخلوا إلى الجزائر عبر تونس. تبدأ منافسات كأس إفريقيا للمحليين في الجزائر يوم 13 يناير 2023. الحدث لا يجذب الأنظار كما تفعل مثلا منافسات كأس الأمم الإفريقية التي يشارك فيها المحترفون، خصوصا من يلعبون في الدوريات الأوروبية، وهو ما ليس مسموحا به في هذه البطولة الخاصة فقط بمن يزاورون في الدوريات المحلية. كما أن بعض المنتخبات قررت المشاركة في هذه البطولة بمنتخب أقل من 23 عاما، وهناك منتخبات قررت منذ مدة الانسحاب، وتحديدا مصر وتونس وأخيرا أوغندا. وتعد مشاركة المنتخب المغربي في غاية الأهمية، بداية لكونه حامل لقب النسختين الماضيتين للبطولة، ما يجعله المرشح الأول للظفر بالكأس، وثانيا للمشاركة التاريخية لأسود الأطلس في نهائيات كأس العالم في قطر 2022 عندما حققوا المركز الرابع في سابقة إفريقية، مع استحضار فارق أن المغرب شارك في كأس العالم بتشكيلة يغلب عليها المحترفون في أوروبا. وشهدت آخر مباراة للمنتخب المغربي في الجزائر أحداثا مؤسفة، وذلك عندما لعب المنتخبان نهائي كأس العرب للناشئين تحت 17 عاما، وانتهت المباراة بفوز الجزائر بضربات الترجيح، ثم انزلقت نحو اشتباكات بين عدد من اللاعبين ثم دخول الجماهير إلى أرضية الملعب، وتم تغريم الجانب الجزائري 145,000 دولار أمريكي وإيقاف اللاعب لمدة 6 شهور، بينما غرم الجانب المغربي ب25,000 دولار. وهذه هي ردة فعل الجزائريين. كل الأمور إذن سواء التنظيمية أو التقنية مضبوطة، ولكن كما تحدثنا في بداية البرنامج فاتح إلا أن هناك أطراف تريد دائما التشويش على نجاح الدورة. ولما نتحدث عن هذه الأطراف لا نقصد بالضرورة يعني الدولة أو الشعب يعني، ولكن نتحدث عن الاتحادية المغربية لكرة القدم التي اشترطت خطا مباشرا الدخول مباشرة إلى مدينة قسنطينة. حاولت يعني أنا نسميها يعني محاولة التشويش على الدورة، فيعني لا نستطيع تسميتها غير ذلك، لأنه البلدان المشاركة تقريبا كلها راح تعمل يعني خطوط غير مباشرة، راح تنزل في دولة بعدها باش تدخل إلى الجزائر. نفس الشيء بالنسبة للمنتخب المغربي، لماذا الاستثناء؟ هو يطالب بخط مباشر وإلا عدم المشاركة، تهديد بعدم المشاركة أو خط مباشر، يعني هذا يعني من تشويش على الدورة وعلى نجاحها. هذا الأمر حمزة يعني هو ليس بأمر غريب، يعني كنا يعني تعودنا على مثل هذه الأمور، وكنا نستناو فيها يعني حتى في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط شفنا يعني عدة أمور مثل هذه، وشفنا يعني
تشويش يعني كبير على الجزائر لأجل إفساد ذلك العرس الرياضي. نفس الشيء يعني يحدث هذه المرة قبيل يعني انطلاق بطولة الشان التي تحتضنها الجزائر لأول مرة. مثل ما قلت يعني كل المنتخبات الإفريقية يعني 18 منتخب إفريقي يشاركون يعني في هذه الدورة، ولا أحد يعني اعترض على طريقة قدومه للجزائر أو ما شابه ذلك. شفنا يعني إلا الجار الغربي للجزائر الذي يحاول في كل مرة يعني اختراق أعذار في كل مرة يعني تستضيف الجزائر حدث رياضي. لماذا يعني لم يطلبوا هذا الأمر يعني في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بالرغم من أنه يعني مدينة وهران أقرب إلى المغرب من مدينة قسنطينة؟ كما أنه يعني فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم لماذا لم يطلب يعني بمثل هكذا أمور قبل أسابيع أو قبل أشهر؟ يعني لماذا انتظر حتى الدقائق الأخيرة؟ أعتقد بأنه يعني الجزائر القائمين على كرة القدم الجزائرية وحتى السلطات كانوا يتوقعوا هذه الأمور، والجزائر يعني راح تتصدى لكل شيء لأجل إنجاح أقول هذا الشان، مثلما يعني أنجحت وأبهرت يعني في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط وحتى تنظيم. يعني هذا الامر اكثر منه عز الدين سياسي اكثر منه رياضي، يعني ولا يجب مزج السياسه والرياضه، وهذا موجود حتى في الاعراف والمواثيق الدوليه بالنسبه للجنه الدوليه للالعاب الاولمبيه وحتى لوائح الكاف، يعني تنص انه عدم تدخل بين السياسه والرياضه، والطرف المغربي دائما ما يحاول فعل ذلك يعني ويضغط على الجزائر. ولكن عز الدين الدولة الجزائرية أكيد أنها تدرك ما تفعل، وإن شاء الله ستكون الشان ناجحة 100%. شوف كما تفضلت والله كما قلت نحيت لي الفكرة من راسي، هي ولا دوك سياسة، هي دوك سياسة. أنا كنا طامعين بعد كيلكو جور اوبارافون، أنا جوري بيان ايمي لو كان الجزائر تقبل ولا باش العرس يكمل كامل، وماذا بينا الفريق المغربي يجي لهنايا باش ميم الدوره تكون دوره ثاني فيها قوه، فيها ثاني خاص ما تنساش باللي في الدوره هذه ما كاش تونس، ما كاش مصر، ما كاش عده ولكن كاين السنغال، كاين كوت ديفوار، كاين كوت ديفوار ما كاش، كاين لا كوت ديفوار كاين السنغال، كاين الكاميرون، نيجيريا. لا نيجيريا ما كاش، نيجيريا ما كاش، لونغولا كاين، ماذا بينا يكونوا هكذا باش يكون المستوى يطلع. ولكن هي هنايا دوك جارتنا هذه المغرب راهي تستعمل في السياسه، واش نقول لك دوك ولات القضيه ماهيش قضيه رياضيه، خاطر كان قضيه رياضيه يجيو، وكاين عده طرق باش يجيو سهله، ولكن هما راهم يحوسوا على هذا الشيء. واش نقول لك ربي يهديهم وخلاص، هذا واش نقول لك. مي سي مالورو كما تفضلت انت، ما نخلطوش الرياضه مع السياسه، السياسه للسياسيين والرياضه للرياضيين. ولكن واش نقول لك هما راهم استعملوا السياسه في هذه الحاله يعني هذه. هذا هو يعوض ضعفه من الناحيه السياسيه بالجانب الرياضي. سي بوسيبل هكذا يبقى الجروب تاعو دوك ولا ما جاش المغرب، الجروب تاع المغرب يقعد فيه السودان، تقعد فيه الغانا ومدغشقر، هذا واش كاين. ولكن عز الدين رغم ذلك العلاقه بين الشعبين المغربي والجزائري لن تتاثر بمثل هذه التصرفات من هذا المسؤولين. يعني اكيد عز الدين الان راني متاكد باللي الشعب المغربي ماهوش راضي بهذه السياسه، ماذا به يشوف اولادهم يلعبوا هنا في الجزائر والجزائريين يلعبوا في المغرب. وهذه واش نقول لك تغلبت السياسه على الرياضه. واش نقول لك ربي يهديهم وخلاص. واش نقول اكيد عز الدين. لكن يفو فار اتونسيون مع داك القجع هذاك، خاطر فا شيرشي دي بتيت كيما نقولوا تفاصيل في او نيفو دو لاكاف والقوانين. يفو فار اتونسيون مام وقيلا صاب واحد البند وقيلا في اللوائح تاع لاكاف نيميرو 5 هو راه واحد يتكي عليه. هذاك لازم السلطات تاعنا، ما نقولش لا فيدراسيون تاعنا راهي في بحر اخر، لازم السلطات تاعنا والحكومه تاعنا كما نقولوا الدوله تاعنا لازم يتفطنوا لهذا الشيء هذايا،
خاطر كان واحد البند نيميرو 5 الله اعلم راح يتكى عليه باش يضغط على الجزائر. اكيد، ولكن باش ماشي باش يجيب، لا باش يحلوا له طريق، ولكن باش محسوب ما نورا با دو سانكسيون، ما يكونش عنده دي سانكسيون. هذا هو البند هذاك. ولكن رغم ذلك عز الدين، يعني نظن أن الجزائر خطواتها محسوبة وما تقوم به إن شاء مدروس، الله، إن شاء الله. ولا يعني تسير الأمور هكذا عباطة أو يعني عشوائيا. ولكن حتى المنتخب المغربي مرحبا به، وشفنا الوفد المغربي لما جاء إلى الألعاب الأولمبية لقى كل الترحاب من طرف الشعب الجزائري. شفنا استقبال حار في وهران. الأمر لن يختلف هذه المرة لطالما حلت الفرق المغربية شفنا الوداد جات الجزائر وتلقات كل استقبال، والعكس بالنسبة للمنتخب الجزائري لما مشى إلى المغرب لقى كذلك ترحاب في اللقاء ضد بوركينا فاسو. يعني ما كان حتى هو مازال الوقت حمزه حتى لو 10 مازال الوقت على كل حال. نو سي جامي تو مي فون شونجي دافي. ولكن بمثل هذه التصرفات يحاولون الضغط على الجزائر فقط من أجل كسب الوقت. إذا نغلق ملف الشان ونتوجه إلى المديرية الفنية. يعني عزيزين شفنا المديرية الفنية تحدثنا عليها، نتمنى أكيد التوفيق قبل ما نغلقوا الملف الشان للناخب الوطني مجيد بوقرة ولأشباله. ولكن عزيزين شفنا في المديرية الفنية تحدثنا عليها عدة مرات، قلنا هي مهمة جدا، وقلنا أنه نجاح المدير الفني فاتح هو بالطاقم الذي يكون معه وليس بشخصه. ولكن صحيح. اليوم العكس، المدير الفني أنا نشوف أنه خيارات غير مفهومة بالنسبة للمديرية الفنية. حتى يعني مؤخرا يعني فتح